السلام عليكم. هي بالنسبه للواقعه اللي وقعت للتهامي الله يرحمه، وقعت في واحد الحفل بلا ما نقولوا لا. الحفل هو المهم، يعني عيد ميلاد ولا اسبوع ولا عرس بامبورت، حفل عنده واحد السميه يسموها هما ما كاينش على اي. التهامي تم القتل ديالو بعد في ذاك المجلس اللي كانوا دايرين، او في ذاك الحفله. ملي تم القتل ديالو يعني طواو الملف وسدوه، وقامت بعض السلطات سمحها الله قامت بخروقات. كنقولها من هنا، واش مديتها لراسها ولا جاتها التعليمات، لان هذاك الحفل كانوا فيه ناس اصحاب نفوذ ماديه وسلطويه وقضائيه، كانوا في ذاك الحفل. يعني داروا لي ما لي بيي باش يكاموفليو هذاك الموضوع وباش ما يتجبدش، ولا حتى لا تجبد غيتجبد بعد حين، ومن غادي يتجبد غيكون تخوطار، الوغ كو سو ني جامي تخوطار. 440 كيف قال سي عبد الصمد افير 440. هذاك القبض ديال 440 حنا ما جبناهش من راسنا، حنا عندنا مكتوب ومدون ومؤشر عليه على انه هذاك القبر 440 كيتوجد بمقبره الرحمه، ومولاه زعما هو تامي بناني الله يرحمه. ومشيت انا لهذا مشيت لهذا عند السيد المحافظ، ولا مشيت للمقبره على اثر نجيب رخصه الدفن ولا تسليم بالدفن، باش انا تكون عندي الصفه كأم، باش يمكن لي نهضر في اثناء الجلسه. لان يعياو يهضروا هما الدفاع ويعيا ديالهم ولا الدفاع ديالي، انا ملي غنهضر غادي نهضر بشي حاجه اللي عشتها ولمستها، وماشي ماشي عبثا. الوغ انا محرومه من هذا الحق، ماشي مشكل. 440 انا ما كتهمنيش انني نتابع المحافظ ولا نتابع اكس ولا نتابع ايغريك. انا اللي كيهمني هو الدوله تحضر لي ولدي فوق الارض تحت الارض، فوق الارض كيفاش، تحت الارض كيفاش. هذا هو المطلوب انا عندي. ما المحافظ يكون خطا ولا تجاهل ولا ندم ولا عاد بان ليه البلان ولا جاتو تعليمات ولا انا داكشي ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو القضاء ينصفني ويعطيني حقيقه ولدي بالمحافظ او بلاش. شنو النقاط اللي تكلموا عليها في جلسه اليوم؟ في الحقيقه ماشي شي حاجه مثيره للجدل، هو انه دابا تاخرت لانها كانت معروفه غادي تاخر اليوم. بديت كنفهم شي شويه ديال مسائل القانونيه، لانه غادي يتم فيها التاخير لكون التنصيب ديال السيد المحامي الجديد والهيئه كذلك ومثل هي جديده. ايوا ضروري خصهم ياخذوا شويه الوقت. احنا مستعدين. استاذ حياة، عززتوا الملف ديالكم بمحامي اخر؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ راه الانسان تيكون تيغرق ولا تيشعروك على انك تتغرق، كيتشبت بنامبورت كوا، كيتشبت بخشه صغيره كبيره اللي كان باش سيده يعني خدام على هذا الملف قلبا وقالبا، وارتأيت على انني نجيب واحد السيد اخر يعاونها، ما فيها باس. انا ما كرهتش المحامون كلهم، النزهاء كلهم يجيو يتضامنوا معايا، حيت انا راه ماديا ما يمكنليش نخلص هادشي كامل. كنقولها بكل تواضع، ماديا ديالي يعني محدوده. سو كيف في السيد علي رضا زيان تقبل الوضع المادي ديالي وغيتعامل معايا انسانيا وشيئا ما ماديا، ماشي مشكل. وانا ما كرهتش كاع شحال المحامي يجي، هذا هو الغرض. ماشي كله حنا هو نكتفوا الجهود باش نوصلوا للحقيقه، لان البحر كبير. استاذ زينب، دائما متشبشه بالحقيقه ولا شيء غير الحقيقه، وتعرفي ولدك كيفاش مات. هذا هو المطلب ديالك من نهار بديتي في الملف ديال ولدك الى يومنا هذا. نعم. دابا هذا هو المشكل. دابا الناس تحسبهم انا شانه شي حرب. انا كنقلب على الحقيقه ديال تهامي باش نرتاح. تهامي حقيقته فين هو وفين مدفون وفين كاين
وكيفاش مات وكيفاش الزمان والمكان وكل شيء. اما بالنسبه لي واحد الاشاره غادي نديرها على حسب بعض اليوتيوبرز سامحهم الله اللي كيتكلموا بشكل غير لائق، الله يسمح لي في قضيه التهامي ولا الام المكلومه. عرفتي بحالاش جاني التشبيه، وسمحوا لي على هذا التشبيه، ان شي واحد مشينا نعزيو مات لهم ولدهم، الام مسكينه ربي اللي علم بها، مشينا عندها فعاود ما نقولوا ليها الا البركه في راسك والله يعظم يبدل محبته بالصبر ويعظم الاجر، نقولوا لها لا تستاهلي، معلوم تستاهلي انت ويستاهل هو. كيف يجيكم هاد الجواب الام والتهامي بانني مدفون ومنكل ومقتول، وكيف كتجيكم انهم تهضروا عليه بهذا الشكل هذا؟ هضر تكلم في الموضوع، مي باش تكلم وتقذف وتسب وتشهر وتكون عنده تعطي الصلاح لراسك وتقول اللي بغيتي، هادشي راه ما يقبلوش العقل. انا غنتخذ الاجراءات اللازمه ديالي باذن الله. اذن هذا الولد هذا اللي مات فعطما نحن نهضروا عليه كماده يعني موضوعية ضروريه وماده يعني واقعيه وماده زعما نزيهه نهضروا عليها. لا حنا بدينا نسبوا في الميت ونسبوا في ما وفي باه وفي خا وفي اختو. اشنو هادشي؟ انا ما عندي حساب حتى مع واحد، لا انا ولا باه. رجال التعليم كنا ماشيين حيط ما عندنا حساب حتى مع واحد. اذن والتهامي القصه ديالو كانت مبيته والدليل القاطع على انها كانت مبيته وكنعطيوها الصبغه ديال سبق الاصرار والترصد هو اننا نستعملوا الهاتف ديالو كاداه، ولكن نستعملوا الصوت ديال واحد اخر ماشي ديال التهامي لغايه في نفس يعقوب. نعم. استاذه زينب عندك شي اضافه؟ استاذه حياه شنوش بغيت تقولي؟ كاينه هيئه جديده يعني نفس جديد كيف ما تيقولوا، وانت لازال قلتي عندك النفس الى اخر يوم في العمر ديالك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النفس عندي، ماشي النفس ماشي انا اللي اختاريته، ماشي انا اللي خلقته، ماشي انا النفس كيجيني بدافع الامومه. اللي الناس باغيين يغصبوا الامومه، انا ما نقدرش ندعي فيهم، ما عنديش الفم اللي غندعي فيهم، انا وكلتهم لسيدي ربي. اللي كيهمني انا هو القضاء من اليوتيوبر. شوف يوتيوبر ياكل طرف الخبز ياكلوا حلال او حرام هذاك سوقوا. انا اللي كيهمني هو الحقيقه ديال التهامي تبان وقولوا اللي حبيتيو. شنو الرساله اللي تبغي توصلي للهيئه الجديده؟ الهيئه الجديده هو قبل ما ننسى بعدا راه السيده المحاميه دارت واحد شكايه من اجل تكوين عصابه، لان حنا الا كانوا هما فصلوا وخلاو مجموعه ديال البشر، خلاو 3 الناس ومن بعد فصلوا واحد كونوا قاصر باش ما تتمش تكون عصابه اجراميه. لا، عصابه اجراميه كاينه وثابته، والدليل على انه الارقام ديال الهواتف ديال الاباء وديال العائله مدرجه في 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 في, في, في الخبره ديال الهواتف اللي قامت بها الفرقه الوطنيه. نعم. واسمح لي وهاد الشكايه اللي هي دارتها السيده المحاميه بتكوين عصابه ما تقبلتش. علاش ما تقبلتش؟ عصابه عصابه شكون ما بغى يكون مولاها فيها عصابه. اذا ما احنا ما غاديش نكون نخليو العصابه وغادي نجيو نتابعوا جوج الناس باش نفيو العصابه من اصلها. لا، العصابه كاينه. نعم. الشاهده اللي هي الحلقه المفقوده في الملف، واش كتشوفوا على ان تقدر تغير مسار ديال الملف وتبين الحقائق؟ الشاهده بغيتها غير توقف حدايا، بغيتها غير تأدي اليمين. وعندي سؤال دائما تنقولوا اللي باغي يمكنليش نقولوا دابا، السؤال غنحطوا لها امام الهيئه واللي ما عرفوا حتى شي واحد، سؤال غنحطوا لها وتجاوبنا عليه، والهيئه لها كامل واسع النظر في التصرفات اللي غتقوم بها السيده الشاهده. شكرا. نعم. ما تنسوش باش يوصلكم ديما جديد فيديوهات جناح تيفي، ابوناو معنا في قناه يوتيوب وفعلوا الجرس.